هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، متابعي إذاعة أرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 27 من يناير. كما عودناكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي نقدم لكم إعادة للمقابلة التي أجراها الزميل أحمد شريف مع نائب رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي السيد محمد علي شعب، وذلك حول عملية فورتو البطولية. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. اعتقال مجموعة من الموظفين في مطار أسمرة الدولي. الولايات المتحدة تفرض قيودا على تأشيرات السفر للإريتريين. استجواب مسؤولون سودانيين سابقين بتهم فساد. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرانا. هذه إذاعة إرنا. أفادت مصادر لإذاعة أرانا بأن السلطات الأمنية في أسمرة قامت باعتقال ما يزيد عن 20 شخصا من الموظفين في مطار أسمرة الدولي على خلفية جرائم تتعلق بالفساد وتلقي رشاوي من تجار. ولم يصدر من السلطات المحلية أي تصريح حول اعتقال هؤلاء الموظفين. وتفيد المصادر بأن اعتقال الموظفين تم بعد اعتقال مجموعة من النساء العاملات في تجارة الشنطة بين دبي وأسمرة، حيث أفادت المصادر بأنه تم تهريب بضائع تقل قيمتها عن $3000 بشكل مستمر دون المرور على التسجيل الجمركي لقاء مبالغ معينة. وتشهد البلاد موجة فساد في الإدارات الحكومية المختلفة بسبب ارتفاع الأسعار وتدني المرتبات في مختلف قطاعات الدولة، خاصة في المطار والحدود، وذلك بشكل خاص بعد قفل الحدود بين إريتريا وإثيوبيا. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت قيودا على منح تأشيرات السفر والزيارة والهجرة والتجارة لمواطني عدة دول من ضمنهم مواطني إريتريا، وتشمل القيود كل من نيجيريا وتنزانيا وإريتريا في أفريقيا وروسيا البيضاء في أوروبا وميانمار في آسيا. وجاءت هذه القيود على خلفية عدم تعاون السلطات الإريترية مع السلطات الأمريكية في إصدار وثائق السفر لمواطنين إريتريين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، وترغب الولايات المتحدة في ترحيلهم إلى إريتريا. الجدير بالذكر بأن السفارة الأمريكية في أسمرة كانت قد نشرت على موقعها تعميما بمنع منح تأشيرات للمواطنين الإريتريين في عام 2018. ذكر موقع بوابة أفريقيا الإخباري المتخصص في الشؤون الأفريقية بأن نيابة مكافحة الفساد بالسودان استجوبت يوم الأربعاء الماضي القيادي في النظام السابق علي عثمان محمد طه في تهم تجاوزات وتعد بشأن التصرف في أراضٍ تخص المدينة الرياضية في العاصمة. وكانت وزارة الشباب والرياضة السودانية قد تقدمت ببلاغ إلى نيابة مكافحة الفساد تتهم فيه عددا من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية واستقطاع جزء منها لصالح منظمات وهيئات وإحدى الجامعات. وقالت وكالة السودان للأنباء أن المتهم طالب النيابة بإمهاله حتى الجلسة القادمة لتذكر تفاصيل الوقائع بسبب طول الفترة الزمنية التي مرت عليها. الجدير بالذكر بأن الحكومة الحالية ممثلة بوزارة العدل تقوم بحملة تحقيقات شاملة حول الفساد الذي طال السودان خلال 30 عاما من حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي عثرت بحوزته على أموال طائلة لم يستطع تبرير وسائل الحصول عليها، وتم الحكم عليه بإيداعه إصلاحية قانونية على خلفية تهم الفساد التي حكم بها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اعتقال مجموعة من الموظفين في مطار أسمرة الدولي. الولايات المتحدة تفرض قيودا على تأشيرات السفر للإريتريين. استجواب مسؤولين سودانيين سابقين بتهم فساد.
استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع المقابلة الخاصة والتي أجريناها مع السيد محمد علي شعب نائب رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي حول أبعاد وتاريخ عملية فورتو البطولية. متابعة طيبة أرجوها لكم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء نتقدم بالتحية والتجلى لشهداء المسيرة، شهداء الثورة الإريترية وشهداء الدولة الإريترية. في برامج سابقة تحدثنا سادتي كمفتتح عن مغزى ودلالات وقراءات لعملية فورتو التي نحتفل بذكراها السابعة هذه الأيام. وكذلك سادتي هذه البرامج الخاصة تأتيكم من إذاعة إرينا الدولية إحياء للذاكرة وتعظيما وتقديرا لدور الأبطال الذين فدوا أرواحهم بتلك الخطوة الوطنية. سيداتي سادتي، نحن نسعد أن نلتقي بالأستاذ محمد علي شعب الشريف نائب رئيس المجلس المركزي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. نلتقيه باعتباره ناشط سياسي منذ أن عرف إريتريا، وفي نفس الوقت هو قريب من القيادات التي قادت الكفاح المسلح. السيد شعب، نلتقيك في قراءة لفورتو، التاريخ والواقع والمستقبل. مرحبا بك في إذاعة إرينا. هذه إذاعة إرينا. السلام عليكم. أولا شكرا أستاذ أحمد، وشكرا لأرينا التي عرف عنها مبادرتها القوية وتوضيحها للتاريخ ووقوفها مع الشعب الإريتري في السراء والضراء. هذه الإذاعة العملاقة التي من نشأتها يعني تولت واهتمت بكل القضايا الوطنية، فبهذا اليوم التاريخي أحييها وأحيي كل الإستاف الموجودين، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد شريف والأستاذ فتحي عثمان وكل الأخوان الموجودين معكم أولا يعني. ثم فورتو طبعا هي انطلاقة، أنا بعتبرها انطلاقة زي انطلاقة عدال يعني، أو إذاعة عدال الفاتح من سبتمبر، فكانت فورتو كمان هي الفاتحة في تغيير الواقع الموجود في إريتريا. مع أنه الواقع المعارضة كانت موجودة قدامها، كان موجودين الأخوان اللي هم يسموهم 13، وبعدين جو G15، ومن ثم جاءت حركة فورتو لتكمل المشوار. حركة فورتو هي انطلاقة جيدة جدا وتعبير معبر للواقع يعني نحو التغيير، وحتى البيان اللي طلع من في الإذاعة كان موضح جدا وواضح جدا أنه هو لقيام الدولة الديمقراطية في إطلاق سراح المعتقلين، إنهاء الخدمة الوطنية. أشياء كثيرة من البيان ذكرت، ولكن طبعا للتشريحات ومن النظام أساء عليها وقال أنه هي تحرك إسلامي ببيان صدر من سفارة النظام في لندن. ففي اعتقادي خطوة كانت جريئة من قيادات واعية للواقع اللي كان موجود، ولا زالت المسيرة مستمرة، وما أظن ما انتهت ولا زال. من تلك الأيام نرى أن النظام الدكتاتوري في إريتريا أصبح يتفكك شيئا فشيئا، يعني عزلوا شيئا فشيئا إلى أن وصل المحطة الآن اللي قاعد نشوفها. والآن الوضع في إريتريا أصبح متأزم، التساؤلات كثيرة موجودة من جانب الجماهير، من جانب الجيش، من جانب جميع القواعد. أصبحت الوتيرة التساؤلات أصبحت تكثر، وأصبح النظام يهرب من هذا الشيء بتحالفاته مع الدول المحيطة، ويعني يتلاعب في كل الأمور. ولكن الشعب الإريتري على يقظة كاملة، وهذه الثورة التي بدأت في 61 هي مستمرة، وفورتو هي مكملة لهذه المسيرة. ده هو رأيي بالتحديد، وحتنتصر يعني الشعب الإريتري حينتصر، ونضالاته حتصل إلى غاياته. هذا هي حركة التاريخ، تبدأ من بهذا الشكل وتنتهي والى ان تصل غايتها. الشعب الإريتري سوف يصل غايته، ونحن متفائلين جدا
مهما كانت الصعوبات أن هذا الشعب سوف يتجاوز، وسوف تعود إريتريا ويعود الإريتريين إليها وتحكم وبطريقة ديمقراطية وعادلة. سوف يطلق جميع المساجين في إريتريا. هذه تفاؤلاتي وهذه أمنياتي على حسب يعني الواقع الموجود في إريتريا يؤكد ذلك، يؤكد انه نحن ماشيين نحو التغيير. هذا الشيء مؤكد، ولو انه وسيله التغيير اصبحت متاخره، ولكن اصبح نظام الدكتاتوري في اريتريا يتلاشى شيئا فشيئا الى ان وصل الى محطاته الاخيره. يوم الليله في اريتريا لا يوجد يعني شيء تقول عليه انه اسس دوله منتهيه، دوله لا اساس لها، ويعني النظام اصبح يتآكل. هذه هي قراءتي يا استاذ احمد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. جميل جميل جميل. السيد شعب، شكرا لك على هذا التوضيح. هل لو تساءلنا لجوء النظام ورأس النظام والمجموعة، وطبعا بين قوسين نقول النظام، لكن الطغمة الحاكمة كونه يلجأ إلى إثيوبيا ويعمل تلك الأشياء التي تابعناها كلنا، هل ذلك يدعو إلى فورتو ثانية وثالثة؟ لأنه ليس هنالك استفزاز واستهتار بدماء الشهداء أكثر مما بدأ من رأس النظام. فهل تتوقع عندك قراءة يعني ممكن دي تدفع إلى عمل أعلى مما يعني أكبر مما شهدته فورتو 2013؟ أنا في اعتقادي الأول نسبة الوعي مرتفعة موجودة، والتساؤلات موجودة حتى في داخل الجيش، موجودة هذه التساؤلات، ولكن في عدم التنظيم. يعني لو نظرنا إلى النظام يعني تركيبته، في عدم الثقة موجودة بين الناس كلهم في داخل النظام. يعني ما تقدر تبوح عن رؤيتك للواقع الموجود، لأن نوع من الخوف موجود. ولكن هذا الخوف اليوم نقول يعني نوعا ما حوالي 30% 40% يعني انكسر في داخل المؤسسة العسكرية، وأصبحت التساؤلات تسأل يعني ليه قاعد يحصل؟ ليه الإثيوبيين بيصرفوا كده؟ قضايا كثيرة موجود. ليه مثلا الحدود ما يخطط؟ ليه يعني الاتفاقيات ما تنفذ؟ أشياء كثيرة موجودة. الأسلوب اللي اتبعه النظام في علاقاته مع إثيوبيا وإعادة العلاقات مع إثيوبيا أسلوب يعني ما متعارف عليه، لأنه أنت في عداء مستمر، في حرب كانت موجودة، في شهداء موجودين، في قتال موجود، في قضايا بتاعت الحدود كانت موجودة، في اتفاقية الجزائر موجودة، أشياء كثيرة موجودة. هذا النظام تجاوز وتناسى هذا الشيء مباشرة، بدأ بعلاقات دبلوماسية وقضايا بتاعت الفتاح وقضايا وأشياء كثيرة. لكن هناك في براكين موجودة، بركان الحدود موجود، براكين الاستحقاقات اللي كان النظام يتجاوز، لانه كان بيعتقد انه نحن يقول ان اذا ما عملنا خططنا الحدود ما حيكون سلام مع اثيوبيا. ولكن الان لو نشوف يعني تجرأ ووصل الى مستوى تطبيع العلاقات، وحتى قاعد نسمع من رئيس وزراء اثيوبيا بانه وحده اثيوبيا والدوله الاريتريا ما موجوده، واشياء كثيره قاعد نسمع. ولكن الحقيقه المره اللي قاعد يهرب منها اساسا هو استحقاقات الحرب والسلام. هذه هي الاستحقاقات اللي قاعد يهرب منها نظام السياسي. اذا نحن علينا ان نبذل ما وصلت اليه انه الدوله مستقله هي، وحتى لو تمسكنا باتفاقيه الجزائر اللي هو وقع فيها والان قاعد يهرب منها، علينا نتمسك بهذه الاتفاقيه وعلينا نناقشها. ومشكله الحدود هي مهمه اساسيه، لابد ان هذه الحدود يخطط، والاتفاقيات الابرم توقع بعدين نشوف قضايا السلام مع اثيوبيا، وحتى اللجوء لها نشوفها كيف حتتم. هل الاثيوبيين حيقدر يبتلعوا اريتريا بالاسلوب اللي قاعد نسمعه ولا ما اظن ان النظام في اثيوبيا حتى يسمح للواقع القانوني والنضالات الشعب الاريتري وتضحياته تسمح له انه هو يتجاوز مع نظام متهالك، مع نظام لا يستحق ان يذكر عليه نظام دكتاتوري وغير قانوني كمان. ده اللي بقول يا استاذ. هذه إذاعة إرينا. نعم وربما انعكاسا واكيد طبعا لخطوة فورتو والبطولة التي صاحبتها، حتى على مستوى الجماهير الآن نبرة الحديث والاعتراض وهي علت درجتها، بدليل أنه هنالك الملصقات وهنالك امتعاض، وحتى في الاجتماعات الناس بدأت تتحدث. هل تتوقع أنه نتيجة للاستفزازات السياسية اللي بيعملها رأس النظام وجماعته
اتجاه إثيوبيا وبيع إريتريا إلى دول لا نريد أن نسميها، وإلى دويلات ربما. يعني هذه الأشياء ممكن مع الذكرى هذه ممكن أن تحرك الشارع الإريتري. ويا ريت تقول لنا كلمة للمواطن العادي الذي يستمع إلى هذه الإذاعة الآن. أنا في اعتقادي يعني السياسة الفرقي والشلتي أصلا معروفين من بدأ هذا النظام. كل يوم هو بيبيع أفكاره، بيبيع علاقاته مع دول الجوار، يساند مرة مع مصر، مرة مع اليمن، مرة مع إيران، مرة إريتريا أصبحت بحكم موقعها الاستراتيجي أصبح أن هذا النظام أصبح السلعة، يعني يبيع زي ما عاوز كلها. لكن شوف الشعب الإريتري على ما أظن هو واعي وفاهم ومدرك اليوم من خلال التواصل الاجتماعي الموجود. الناس فاهمه من خلال وسائل الاعلام، من خلال الاتصالات الحديثه، الناس قاعد تفصل ماذا يدبر الفرقي. الفرقي لا يستطيع ان يتحكم ويقول علنا انا حادوم اريتريا لا اثيوبيا، لا يستطيع ولا حيقول، حيلتوي، حيعمل حاجات كثيره انه يركع لمين. يعني انا في اعتقادي ان السياسه ما حيمشي. المميزات اللي عند الله في اريتريا ما يقدر مع اثيوبيا الموحده ما يقدر يلاقيها. ايش الضمان يعني؟ عندنا تجربه بتاعت الحكم الفدرالي. حتى العناصر اللي كانت تنادل بحزب اندرنت واللي كانت يعني تنادل وتقول اريتريا حتنضم الى اثيوبيا وهي سلاسه قد شاهم وكل حاجه وعملوا لما وصلوا ما قدروا ياخذوا ولا حقيبه واحده، عباره عن اذلاء كانوا. دي هي التجربه. هاي السلاسه كشاهم ودخلهم زي ما تقول، قال لهم دي اللي عندكم وما عندكم، انا اخذت الارض واخذت منكم القرار السياسي. اذا ابي احمد بيسعى ان هذا القرار، وهذا القرار من المستحيل انه بعد هذه التضحيات وبعد هذه النضالات وبعد هذا يعني انه يتحسر عليه زي ما كان في السابق. يعني اذا السياسه الفرقي الوضع اللي عنده اللي رئيس دوله اريتريا وقاعد يتحرك وقاعد يقول رئيس الدوله، فما اظن حيفرض عليه عشان يبقى اما علي ابي احمد ويبقى اداه لاثيوبيا. لكن هو يعني حيذل الشعب الاريتري وقاعد يذل الشعب الاريتري وفي كل حاجه قاعد يعمل. ما خلى حاجه ولا عملها، يعني ما خلى حاجه ولا عملها عشان يذل الشعب، لكن الشعب صامت والنظام حيروح. هذه قناعتنا ان هذا النظام حيروح الى مزبله التاريخ هو وصانعه والمتآمرين معه. هذا اللي بقوله. نعم. الشعب الاريتري حينفصل يعني. ما في شك يعني، وشعب ان شاء الله يصل الى مبتغاه. كلمه اخيره توجهها الى أبطال جيش التحرير سابقا والجيش الشعبي واللي هم الآن قوات الدفاع الإريترية بهذه المناسبة سيد شعب، في كلمة بتاعت تقدير وكلمة رسالة أو استمرار للعمليات الاستشهادية التي حاولت، لأنه يعني أول من سيتخلص ويتحرر من عبودية النظام وإذلال المقاتل الذي حقق الاستغلال هم هذا الجيش الموجود في قوات الدفاع. فما هي رسالتك بهذه المناسبة إليهم؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أنا أوجه رسالتي واحد: تمسكوا بوحدة إريتريا، تمسكوا بأنه إريتريا هي دولة مستقلة، تمسكوا يعني حافظوا على علاقاتكم مع الشعب، حافظوا على علاقاتكم مع ناسكم، حاولوا يعني بقدر المستطاع أن تتخلصوا من العناصر الانتهازية، العناصر اللي تعطي الولاء للنظام الدكتاتوري. هذه مهمتكم هي بحكم أن أنتم موجودين في المواقع الإمامية، في المجابهة موجودين، ومسؤوليتكم كبيرة نحو التغيير. بدونكم ما حيكون تغيير، أنتم اللي حتغيروا الواقع الموجود، ولكن يعني من خلال وعيكم، من خلال حفاظكم على وحدتكم، من خلال تماسككم بأريتريتكم، ده اللي حيدي نتيجة، وليس كما يريد النظام كل صباح بيودينا في مكان يقول لنا والله نحن هسه حنتوحد مع سوريا، اليوم حنتوحد مع تجراي، بكره الصباح حنتوحد مع السودان، بكره الصباح يعني بقى عبارة عن مسائل استهلاكية بيستخدمها الفرقي للبقاء في السلطة لا أكثر ولا أقل. يعني فعليه أنا أوجه إلى الشعب الإريتري بهذه المناسبة وبهذه الذكرى العطرة انه يتمسكوا الحلم لإقامة دولة عادلة، لإقامة دولة متماسكة، إقامة دولة يعني بتأوي كل الإريتريين، تحوي كل الإريتريين بجميع ألوانهم وأطيافهم، يجوا فيها ويعيشوا فيها بأمان في ظل دولة القانون والعدالة. هذا اللي بقوله. هذه إذاعة إرينا.
شكرا جزيلا الشريف محمد علي شعب نائب رئيس المجلس المركزي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. كنت معنا في حديث عن شهادتك واحتفائك بالذكرى السابعة لعملية فورتو البطولية. شكرا لكم سادتي، تتابعوا معنا هذا البرنامج الخاص لحظات وتتابعون فقرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا، وفيما يلي يقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. اعتقال مجموعة من الموظفين في مطار أسمرة الدولي. أفادت مصادر لإذاعة إرينا بأن السلطات الأمنية في أسمرة قامت باعتقال ما يزيد عن 20 شخصا من الموظفين في مطار أسمرة الدولي على خلفية جرائم تتعلق بالفساد وتلقي رشاوى من تجار، ولم يصدر من السلطات المحلية أي تصريح حول اعتقال هؤلاء الموظفين. الولايات المتحدة تفرض قيودا على تأشيرات السفر للإريتريين. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت قيودا على منح تأشيرات السفر والزيارة والهجرة والتجارة لمواطني عدة دول من ضمنهم مواطني إريتريا، وتشمل القيود كل من نيجيريا وتنزانيا وإريتريا في أفريقيا وروسيا البيضاء في أوروبا وميانمار في آسيا. استجواب مسؤولين سودانيين بتهم فساد. ذكر موقع بوابة أفريقيا الإخباري المتخصص في الشؤون الأفريقية بأن نيابة مكافحة الفساد بالسودان استجوبت يوم الأربعاء الماضي القيادي في النظام السابق علي عثمان محمد طه في تهم تجاوزات وتعد بشأن التصرف في أراضي تخص المدينة الرياضية. وكانت وزارة الشباب والرياضة السودانية قد تقدمت ببلاغ إلى نيابة مكافحة الفساد تتهم فيه عددا من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية واستقطاع جزء منها لصالح منظمات وهيئات وإحدى الجامعات. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام فقرات برنامجنا. ولا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. هذه إذاعة إرينا. وحتى الملتقى بكم مجددا في برامج أخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتح عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في استوديوهاتنا الرئيسية في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.